اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة مقبولة لديك مرضية لديهما، واشفنا اللهم من كل داء، واغننا اللهم بها عن كل دواء، وحسنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه والتابعين بحق قدره ومقدره العظيم. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، ربنا يجعلها أيام سعيدة عليكم يا رب، وعلى أولادكم وعلى أزواجكم. جمعة مباركة عليكم جميعا، وعلى كل أحبابي اللي بيحبوني، وعلى كل أعدائي اللي بيكرهوني. جمعة مباركة عليكم أجمعين. والله أنا سعيدة جدا جدا بكل التعليقات بتاعتكم. قد إيه أنتوا تدوني طاقة إيجابية، قد إيه بحس إن أنتم أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. ببقى مبسوطة وسعيدة جدا، وأنتم يعني بلاقي تعليق حلو، يعني مش سلبي، تعليق إيجابي حلو منكم، بتسألوا عليا وإنكم بتنتظروا الحلقة. أنا سعيدة جدا كمان بالكومنت اللي فيه بتقول إنها هي بتستنى حلقتي كل يوم واستغنت عن التلفزيون. حبيبتي، ده من حبك فيا طبعا أكيد، ما هو الواحد لما بيحب حد بينتظر منه كل يوم اللي هو يشوفه أو يسمع صوته. فشرف ليا جدا والله، شرف كبير إنك أنتي بتسمعي لي حلقاتي ومهتمية بالقناة وبيا وبتحبيني، ولدرجة إن أنتي ما بقيتيش تسمعي حاجة في التلفزيون. حبيبتي أنا سعيدة بيكي جدا جدا جدا. شكرا ليكي يا ندى يا جميلة يا عسولة، أنتي يا جميلة، والله أنا بحبك لله كده، والله أنا بحبك في الله يعني، وسعيدة جدا وحاسة إن أنا أعرفك من بدري من زمان، حاسة إن في حاجة بينا. حبيبتي والله أنا سعيدة بمعرفتك جدا يا ندى، وشكرا يا روحي على كل تعليق بتكتبيه حبيبتي. وأنوار الجميلة، أنوار من الغردقة، طبعا أنا بحبك جدا وسعيدة بمعرفتك جدا يا ندى، وأنتي من أعز المتابعين اللي في قناتي، أنا بحبك جدا والله أنا بحبك. وشكرا على كل تعليق بتكتبيه يا حبيبتي، وربنا يشفيك يا رب ويشفي كل مريض. حبيبتي أنا بحبك جدا. أنوار من الغردقة. أنا بطلب من متابعيني الجمال وطلبت منهم الحلقة اللي فاتت، بس ما حدش برضو ما سمعتش أي تعليق بالمناسبة. معنا أختنا ملك ثانوية عامة من المنصورة، هي بنت أكيد مجتهدة ونفسها تطلع حاجة، يعني هي عايزة تخش كلية طب. فأنا بحق يوم الجمعة يعني، وبطلب منكم كلكم من كل متابعيني الدعاء ليها إن ربنا يوفقها وتخش كلية طب ونشوفوها أحلى حاجة في الدنيا. يعني أنا طلبت منكم الحلقة اللي فاتت ومحدش دعا لها، يعني ادعوا لها، دي بنتنا وأختنا ويعني من متابعين. احنا بندعي لها وندعي لكل حبايبنا اللي ربنا يوفقهم ويديهم كل حاجة بيتمنوها إن شاء الله. يا ملك أحمد من المنصورة، إن شاء الله يا حبيبتي اجتهدي إن شاء الله في الثانوية العامة، وطالما أنت حلمك تخشي كلية طب أكيد ربنا هينولها لك بمجهودك وتعبك برضو، وربنا إن شاء الله يحقق لك أحلامك كلها يا حبيبتي، وتخشي كلية الطب وتبقى أحلى دكتورة في الدنيا كلها، وتكتبي لي على القناة وتقولي لي أنا بقيت دكتورة، أنا ملك أحمد بقيت دكتورة، وده شرف لينا كلنا. وأنا أحب إن أولادنا وإخواتنا وحبايبنا كلهم اللي هم يحققوا أحلامهم ويبقوا مجتهدين زيك كده، وربنا يوفقهم في حياتهم ويبارك لك في مامتك وباباكي وتبقي أحلى حاجة ليهم، وتعوضي تعبهم عليكي إن شاء الله. أم إسلام الجميلة، صباح الخير على عيونك يا قمر، جمعة مباركة عليكي يا حبيبتي أم إسلام وصباح. جميلة جدا تعليقاتها، أنا بفرح بيها قوي. ما بتفوتش حلقة غير لما بتسمعها، ما بتفوتش حلقة غير لما بتكتب تعليق واثنين وثلاثة وأربعة. بصراحة يعني أنا ما بشوف تعليقها ببقى مبسوطة. أول ما بيجي تعليق بعرف إن هي، يعني أول ما يجي تعليق كده من على القناة بعرف إن هي أم إسلام وصباح. يعني هي ما بتعديش فيديو غير لما بتكتب على الأقل تعليق 2، يعني أقل حاجة، لكن هي ممكن بتكتب أكتر من كده. وأنتوا كلكم المفروض كل اللي متابعين بتخشوا تسمعوا الحلقة صغيرة كبيرة أو أيا كان، بتكتبوا تعليق واثنين وثلاثة. ما هو أي حد بيخش يلاقي قناة فيها تعليقات بيعرفوا ان الناس مهتميه بالحلقه، فانتوا كده بتكبروا لي. واحنا الحمد لله وصلنا 4000 مشترك الحمد لله، ده بمجهودكم طبعا يعني وبكرمكم ان شاء الله وبتعليقاتكم الحلوه وانكم بتتابعوني. يا رب انا نفسي القناه دي تكبر وتحقق يعني حاجه كويسه. انا نفسي، انا بتعب فيها، انا بتعب في القناه جدا 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 يعني، وبتمنى انها القناه تبقى حاجه كويسه وتجيب مشتركين اعلى ومشاهدات اعلى. والله انا بحزن جدا لما بشوف المشاهدات، يعني انا اللي بيخليني ما بنزلش حلقه كل يوم، ببقى نفسي انزل حلقه كل يوم، بس شايفين المشاهدات. يعني مثلا عندي 4000 مشترك، بلاقيهم 1000 1500 1700 اللي شايفين. طب والباقي فين؟ يعني انا حتى لسه بقول يا رب يزيدوا المشتركين ان شاء الله بوجودكم طبعا في القناه، لكن لما ابص الاقي ما فيش الا 1000 ولا 1000 ونص اللي سامع الحلقه. طب وانا فين تعبي؟ فين تعب ومجهودي؟ على فكره ما هو كده الحلقه ما بتجيبش حاجه، ما تدخليش دخل كده، ما فيش دخل. فانا نفسي تساعدوني، واللي يقدر ياخد الحلقه على الواتس عنده يحطها حاله للي عنده على الواتس يشوفوها، يحطها على الفيس عنده على صفحته، اللي بيخش على التيك توك يحطها عنده على التيك توك، اي حد شيروا كده، شيروا الحلقه، كبروا لي القناه.
انا والله نفسي تعبي يجي فايده، والله قسما بالله انا بتعب جدا ومش لاقيه اي تعويض لمجهودي. ساعدوني، يعني ساعدوني القناه تكبر وبيكم ان شاء الله. والنهارده الجمعه يعني في ساعه مستجابه ان هي قبل المغرب بساعه دي. ادعوا كلكم للقناه تكبر، يعني ادعوا لي القناه تكبر وتحقق ربح وتحقق مشاهدين ومشاهدات حلوه ومشتركين حلوين. محدش عارف بظروف التاني ومحدش عارف الدنيا فيها ايه. يعني كلنا عندنا اولاد بنربيهم وكلنا عندنا مصاريف والتزامات وربنا يعيننا على المصاعب الحياه يا رب. بحق يوم الجمعه ربنا يفك ضيقتنا كلنا ويفك كرب كل مكروب ويشفيني ويشفي ولادي ويشفي اولادكم ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب. وربنا بحق يوم الجمعه يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، يرحم اهالينا كده اللي ماتوا ويرحم موتانا كلهم، يجعلهم في الفردوس الاعلى مع رسول الله. اللهم امين يا رب العالمين. بحق يوم الجمعه يستجيب ربنا من كل داعي يدعو له، ربنا بيستجيب لاي حد بيدعي له، وباب ربنا مفتوح لاي حد من عباده. ادعوا له وربنا كريم، ربنا كريم وان شاء الله ربنا عالم بظروفنا عارف بحياتنا، ان شاء الله يوقف لنا الخير ويبعت لنا الرزق من عنده. اللهم امين يا رب العالمين. وام دقدق طبعا الوراق حبيبتي، ورودي انا بحبكم جدا. انا بحبكم كلكم، بس انا مش لاقيه الناس دي، مش بلاقي لها تعليق. انا بحس ان في ناس معينه بتخش عشان تسمع المقدمه بس وتسمع اساميهم وما يسمعوش بقيه الحلقه. يعني فين حبايبي اللي في السعوديه اللي كانوا بيبعتوا لي، وفين حبايبي اللي في الامارات والعراق وليبيا وامريكا؟ فين الناس دي كلها اللي كانت بتبعت لي عشان اقول اساميهم؟ الحلقه اللي بيبقى فيها اسامي وفيها المقدمه بلاقي كلهم موجودين وحاضرين. طب ما انا بكتب اساميكم، بقول اساميكم كلكم، اللي عايز يقول اسمه انا مش معترضه، انا بقول بس زي ما بفرحكم وبقول اساميكم وبقول البلد وبحبكم جدا. انتوا كمان خليكم دعم ليا وسند ليا. اتمنى لكل حبايبي يسمعوني وكل المشتركين اللي عندي في القناه، حتى لو ال4000 كفايه عليا لو هم سمعوني رضا من عند ربنا. واتمنى انكم تدعموني ولكم بالمثل ان شاء الله. كل اللي يقف معايا بحق يوم الجمعه ربنا ان شاء الله يديله من عنده ويفرحه ويفرح قلبه ويرزقه من وسع ويكرمه في حياته كلها. اللهم امين يا رب العالمين. انا هسيبكم تتفرجوا على الحلقه، ومعانا الست وداد النهارده الجميله الحلوه، ومعايا زنوبه اهي معايا برضو، والبت دي معرفهاش، هي جايه كده اهو صاحبه زنوبه معرفش جت منين، هنعرفوها دلوقتي. وبحبكم جدا. مين دي يا بنتي يا زنوب؟ وانا كل شويه يا بنت الاقي لك واحده صاحبه جايه لك. مين دي وعامله شعرها زي البت هبه؟ مين دي يا بنتي يا زنوب؟ دي يما البت كدشو، مش عارفاها؟ البت اللي كان شعرها دايما اريال كده اهو واقف كده اهو، مش فاكراها لما كنت بتقول لها يا بنت نزلي الاريال ده؟ ايوه عرفتها، البت ام اريال دايما كان شعرها. طب ما هي لما هي بنت اهي وعماله بص عاملاها دليل حسام اهو. فين الاريال يا بنت؟ البت دي اسمها ايه؟ ايوه كانوا العيال مسميينها في الشارع كدشو، بس هي بنتي اكيد لها اسم تاني، بس مش مشكله، هي طلع عليها كدشو يبقى خلاص كدشو. في ايه يا كدشو عايزه ايه؟ وجايه الزنوبه ليه يا حبيبتي؟ هي شافت لوزه يما واقفه مع عم شعبولة، عم شعبان واقفه معاه، فاكيد كانت بتقول له حاجه ولا بتعصيه ولا الله اعلم بتعمل ايه. ما هي كل مصايبها وبلاويها بتيجي علينا احنا. الحاجه يا بنتي يا فتحيه، زمانها قالت له ايه يا اختي؟ البت دي يا بنتي سماويه وما تحبش تشوف حد فرحان ابدا. يا لهوي، وقفت معاه، يا ترى قالت له ايه ولا اتكلمت عننا بايه؟ البت دي مش هتسكت غير لما تنكد علينا. بصي يما، انا عارفه انها بنت نكديه وغلاويه وما بتحبش تشوف حد فرحان، بس لو عم شعبان بيحبك صحيح مش هيسمع كلام حد ولا هيتخلى عنك، صح؟ يبقى احنا كده عرفنا. سيبيه يما، ولا تتكلمي معاه ولا تفتحي موضوع معاه، سيبيه. يمكن ربنا جعلهن عشان انذار لحاجه معينه. سيبيه، لو هو بيحبك هيدور عليكي ويجيلك، لكن لو كان داخل بقى نيته فيها اي حاجه يبقى هي لوزه اهي وقفت في الطريق، خليها تلبس. عندك حق يا فتحي، هو لو بيحبني صحيح هيدور عليا ويجيلي، ولو اي حد اتكلم عليا اي كلمه ولا حاول يبعده عني هو هيدور عليا ويجيلي ومش هيستغنى عني. صحيح عندك حق، بس ازاي يا جدي تسمحوا لواحده زي دي عماله تخرب في حياتنا كلنا؟ كل ما تلاقي اي حد بيتجوز ولا بيفرح ولا سعيد في حياته تنكد عليه حياته، ربنا ينكد عليها حياته. هو ابويا السبب، انا بكرهه ومش طايقه اشوفه، هو اللي دخل الست دي على حياتنا وخلاها تعمل فينا كده وتأذينا وتأذي كل الناس اللي حوالينا. ده حتى ما فكرش يسأل عليا، ده بيشوفني بيمشي من شارع تاني، مش عايز يشوفني ولا يكلمني ولا بيسأل عليا ولا يسأل على اخواتي ولا يبعت لنا فلوس ولا يدور علينا. هو ده اب؟ يستحيل يكون اب. انا بكرهه ومش طايقه اشوفه، ولا هو ابويا. انا عم عمر هو بس اللي ابويا، هو ربى وجوزني وساعدني في شواري وعمل لي كل حاجه. انا مش مصدقه ان ابويا انا ابويا اللي مخلفني، اللي انا من صلبه ما يسالش عليا ولا يدور عليا بسبب واحده هو اتجوزها واخداه وعايش في غيبوبه وسايبنا وسايب اخواتي، حتى اخواتي الصغيرين
ده امي لما هو طلقها كانت امي حامل في اخواتي الصغيرين التوأم، من يوميها ولا سأل عليا ولا على اخواتي ولا جاب لهم لبن ولا هدوم ولا صرف ولا بيبعت لهم حاجه. هنقوله فقير؟ لا مش فقير، ما هو لو فقير كنا احنا اللي هنعطف عليه، لكن هو مبسوط وعنده كل حاجه. ازاي ما يسألش على اولاده؟ ازاي ويجوا يحاسبوني يقولوا لي انت سبت ابوكي ما عزمتيش ابوك الفرح؟ طبعا ما عزمهوش، اعزمه ليه؟ هو ما دورش عليا ولا سأل عليا وسايبني، عمره ما قال بنتي فين ولا عامله ايه، وشايفني بقالي كام شهر عايشه هنا، ما يسألش يا غضبانه ولا جوزها مزعلها ولا عامل فيها حاجه. تفتكروا يعني انا ما بيسحبش عليا لا ابويا مش موجود جنبي؟ انا نفسي اقول يابا، ولا اقول يا بابا زي بقيه صحابي. نفسي احس بوجود اب جنبي، بس انا مش حاسه بوجوده. انا اتحرمت واتيتمت من ابويا وانا صغيره. ابويا عايش على الفلاح كده وانا حاسه ان ابويا ميت. ابويا مش جنبي، امي جنبي بالدنيا كلها واخواتي، بس ليه ابويا يحرمني من حقي فيه؟ ليه يحرمني كل ده؟ عشان ايه؟ عشان هو اتجوز واحده تانية؟ المفروض حتى لو اتجوز واحده تانية يقول لها انا عندي ولادي برضه بالدنيا ويسأل علينا، لكن ايه، كل واحد يتجوز واحده تانية يسيب ولاده وما يدورش عليهم. انا حزينه جدا وزعلانه، واتمنى ان انا ما اعيش الموضوع ده تاني ولا اجرب الحياه الوحشه دي. انا مش عايزاه اب في حياتي، انا بكرهه. انا قلبي عندك طبعا يا زنوب، ومن حقك تزعلي من ابوكي اللي هو عمل كده. ابوكي ده هو ابني، انا زعلانه جدا اللي هو عامل فيكوا كده، بس اهو انا جنبك، مش انا الجده وستك حبيبتك، انا جنبك وامك جنبك واخواتك واصحابك، وعندك عمك عمر بيحبك زي بنته واكتر كمان. انت عايزه ايه تاني؟ انا يا بنتي حزينه انا كمان، اذا كان هو ابني مش ابوك انت بس، ده هو ابني وسايبني ما بيسالش عليا ولا بيدور عليا، ولا امي عيانه ولا فيها حاجه ولا يجيب لي علاج ولا اكل. المفروض الابن بيتجوز بيجيب مراته تعيش مع امه عشان تخدمها وتراعيها، لان امه بتبقى كبرت. لكن للاسف يا بنتي هو طلق امك كانت اميره وكويسه، وراح يتجوز واحده تانية مطلعه عينه ومبهدلاه، وهو عايش ومش عايش. يا بنتي انت فاكراه سعيد ولا مبسوط؟ انا مش بدافع عشان هو ابني، لا، انا بقول لك الحقيقه. هو تعيس في حياته، ولا عايش ولا ميت ولا سعيد ولا مبسوط بحياته. حياته الوحيده اللي كان سعيد فيها وهو مع امك، بس هو مش عايز يعترف. سيبيه، هو حياته واختارها، خليه يعيش في التعاسه. بكره لوزه دي تبهدله وتلطمه اكتر. ست ماشيه بتعرف كل الرجاله وتوجع كل الدنيا، ماشيها غلط فغلط، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. حتى الاعمال شغاله فيها، والحسد عينيها واسعه يا بنتي كده اهو، وبتحسد كل الناس، ما تحبش تشوف حد مبسوط ابدا ولا سعيد، ولا تحب تشوف فرح. ده لو شافت فرح تروح تنكد، لو شافت عزا بتروح في العزا وتوجعهم في بعض عشان الميراث. دي بومه وسماويه يا بنتي، دي حربايه بتتلون على كل لون. وابوك وجعه سودا، ما هو اختياراته، ما هو الراجل الغلط اللي يمشي غلط لازم يجي له يوم ويوجع وجعه سودا زي لوزه دي. سامحيني يا بنتي معلش، خليها عليا انا، واي حاجه ناقصاكي انا اهو اطلبي مني، وانا مش جديه؟ ولا عندك امك ولا عندك عمو عمر؟ احمد ربنا اللي فيه ام جنبك شايلاكي. امك كانت اب وام وشالت وربت وتعبت وراحت لدكاتره. امك كان بيجي عليها يوم يا بنت ما كانش بيبقى معاها فلوس تجيب اكل ولا شرب، وانا كنت عارفه، وكان عندها كرامه ما كانتش ترضى تيجي تطلب مني، لحد ما ربنا حط في وشها عمر وحبها واتجوزها راجل زي الفل تربة عرض وغني ومبسوط. حتى لوزة مرات ابوكي كانت بتحسدها على اللي هي فيه. امك طيبه وحنينه، واللي بتعمله لله ربنا قعده لها، وانت احمدي ربنا للاب هو اللي راح مش الام. ابوك راح في 60 داهيه، عندك امك. طبعا مش كل الابهات، في ابهات حلوه وجميل، بس احمدي ربنا اللي امك رباتك وجوزتك وسعيده بيكي ومبسوطه بيكي. امك دي كنز يا بنت، تحطها في عينيك. بس بقى انتوا خليتوني اعيط. زنوبه دي اختي وحبيبتي، وانا ما اقدرش اشوفها زعلانه. ما تزعليش يا زنوبه، انا بحبك. مالك يا ستي كدش بتعيطي ليه يا اختي؟ هو انا يعني مات لي حد؟ ولا انا يعني خلاص حصل لي مصايب الدنيا؟ يا بنتي احنا حلوين اهو كويسين، وانا ما بعيطش. ده اني صاحبه المشكله ما بعيطش، عادي اهو عايشه حياتي وعادي ومكمله. امال ايه؟ ما خلاص اللي راح، ابويا راح وجوزي راح الحمد لله. المهم اللي الجده جنبي وامي حبيبتي جنبي. ست البنات حبيبتي بخاف من الهوى، لو مس شعره منك من غير ما نكون سوا، تكبر في عينيا تكبر بدال اليوم السنة، ويقولوا اهي كبرت وبقت مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها. يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها.
إن قلت حبيبة أمها وشها يحمر، وإن قلتك لك يا بطة تخاصمني شهر، تكبر قد ما تكبر جوا القلب هتفضل زي الأول وأكتر، زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، البيض والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، الحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته هتزيد. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت، وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك انت. كل العواطف الحلوة منك كانت معانا حتى في خصمنا، وازاي طول انساك واتحولها، وازاي طول انساك واتحملها، وانا حبي لك اكتر من الاول، واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. يا سلام على الحب يا ولاد، يعمل عمايل عمايل سودة سودة. يا سلام يا حاجة وداد، أول مرة أشوفك بتحبي وحزينة وزعلانة كده. يا حلاوي صحيح يا ولاد، الحب ولع في الدور. أيوة والله. معقولة أمي هتتجوز بعد ما شابت وكبرت؟ هتتجوز وهيبقى عندك جوز أمي يا رمضان، واسمه إيه؟ شعبان ورمضان. يا ترى أمي هي اللي صح ولا أنا اللي صح، ولا مين اللي وزعها الجوازة دي؟ هتتجوز بعد أبويا؟ وإزاي أنا أسمح أمي أنا تتجوز بعد موت أبويا؟ دي كبرت، هي لسه صغيرة، دي كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم شندويني تعالى، أنا محتاج لك قوي، أنا مش عارف أعمل إيه. أنت شفت أمي وعمايلها؟ مالها أمك يا رمضان؟ أمك ست محترمة وكويسة، مالها؟ إيه اللي يعيبها؟ فيها إيه؟ دي عايزة تتجوز، هي الست دي كبرت وخرفت، دي هتتجوز يا عم شندويني. إزاي أسيبها؟ إزاي أسيبها تعمل حاجة زي كده؟ عندها ولدين وبنتين وجوزها لسه ميت ما بقالهوش 3 سنين وتتجوز؟ يعني هي كده صح يا عم شندويني؟ هي كده صح وولادها غلط؟ طب قول لي انت يا راجل يا كبير يا اللي عارف ربنا، ده صح ولا غلط؟ امي تعمل كده في ولادها ازاي؟ هتجيب راجل تاني تقعده في بيت ابويا؟ بص يا رمضان، أصل شرع ربنا يا ابني محدش يقف قصاده. لو هي عايزة تتجوز ده حلال مش حرام. الله، مش بدل ما تعمل حاجة غلط. تعمل حاجه غلط ايه بس يا عم شندويني؟ هي صغيره، دوليه كبيره، ازاي تتجوز راجل تاني؟ ازاي؟ ده المفروض بقى تعيش بقى وخلاص اليومين اللي باقيين لها. لا يا ابني، سيبها تعمل اللي هي عايزة تعمله، خلاص. هي جالها حد وهي وافقت عليه، وبعدين شعبان ده راجل محترم وكويس، وبعدين هو مش هيجوزها عشان طمعان فيها. لو هو ما حدتوش حاجة هنقول أيوه طمعان فيها عشان أرضها والبيوت وعشان يستغلها، لكن ده راجل مبسوط وعنده وكان عايش بره، يعني راجل محترم ورومانسي وحنين وحلو، مش واحد يعني شحات. لا يا عم شندويني، انا مش موافق امي تتجوز راجل تاني. لا، وهتتجوز ليه؟ هي ناقصها حاجه؟ من ناحية ناقصها فهي ناقصها كتير. انت في حتة واخوك في حتة واخواتك البنات في حتة وسايبينها لوحدها. الست وحيدة ومن حقها تجيب ونيس يا ابني ونسها. سيبها تتجوز، سيبها تعيش اليومين اللي باقيين لها. سيبها حد يقعد جنبها يديها علاج، يديها كوباية مية، يساعدوا بعض ويونسوا بعض. الوحدة وحشة يا ابني، أنا اللي مجربها. أنا جربت الوحدة ديت يجي 10 سنين، كنت بموت لولا ربنا وعدني بسعاد ملك عليا البيت، والحمد لله هي حامل. مين يصدق اللي أنا أخلف على كبر؟
بس الحمد لله على كل حال. يعني حتى لو هي عايشة لوحديها مفيش غير الحل ده؟ هو ده بس الحل ده اللي هتتجوز؟ طب ما تيجي تعيش معايا، تروح تعيش مع اخويا، تعيش مع اختي، لكن تتجوز؟ هو أحسن حل ليها. أبوك ميت بقاله 3 سنين، حد فيكم فكر يقعد معاها ولا يراعيها ولا يدور عليها؟ ده أنا بنفسي وأنا سارح بالبهايم الغيط بلاقيها هي اللي سارحة بالبهايم، وهي اللي بتشتغل في الغيط وبتروح لوحديها وبتاكل لوحديها وعايشة لوحديها. ليه يا ابني؟ أنا شاهد وشايف. تقعد عند مين؟ عندك؟ عند لوزة؟ ولا هتيجي تقعد فين؟ ها؟ هتقعد عند لوزة؟ لوزة اللي مرمطاها ومبهدلاها وشتمتها وضربتها قبل كده. أنت عملت حاجة؟ لا يا رمضان، أنت غلط. أنت غلط. المفروض الواحد بيتجوز واحدة عشان يعيش مع أمه ويصرف على أمه ويراعيها ومراته تخدمها. لكن أنتوا يا ابني سايبينها، كمان مستكترين عليها إنها تتجوز وتعيش حياتها وحد يقعد يونسها. أهو ده هما ناس كبرت، هما هيعملوا إيه يعني غير اللي عملوه شبابهم؟ لكن الجواز في السن ده يا ابني مش عشان حاجة معينة، لا. هما في الوقت ده بيدوروا على الونس، عشان الوحدة هي اللي قتلتهم. لكن اللي احنا كنا بنفكر فيه واحنا شباب هنتجوز علشانه، ده هما ما بيفكروش فيه دلوقتي. هما بيفكروا في حد يونسهم، حد يتكلم معاهم، حد يكسر الوحدة اللي هما فيها. ربنا يتمم لها على خير يا ابني ويسعدها. جبتك يا عبد المعين علشان تعيني، لقيتك عايز تتعاق. عم شندويني ما نفعنيش في حاجة، وامي هتتجوز ومحدش حاسس بالنار اللي جوايا. دي امي يا جدعان، امي يا بشر، امي هتتجوز واحد تاني غير ابويا؟ ازاي الكلام ده بس؟ وانا هسمح بالكلام ده واسيبها تعمل كده؟ دي اتجننت باين عليها، اتجننت. مالك يا ولا يا رمضان؟ فاتح بوجك كده ليه يا ولا؟ انت بتستدب بين ولا ايه؟ مش تبارك لي يا عمدي؟ الله، مش امي هتتجوز؟ والله الف مبروك، ربنا يتمم على خير يا رب. ايوه كده يا حاجه وداد، تتجوزي كده وعيشي شبابك وايامك. دمك دي احلوت يا ولا، دي احلوت. جرى ايه يا عمدي؟ انت بتعاكس امي قدامي؟ الله، انا بقول لك امي هتتجوز باريكي علشان تشوف المصيبه اللي انا فيها. تقوم تقول لامك حلوه وحلاوه؟ هو ده كلام برضه يا عمدي؟ الله، عيب الكلام ده يطلع من راجل زيك كده كباره. انت عايز الحقيقي ولا بنت عميه؟ امك احلوت الايام دي الله، وبقت حلوه وصغرت كده يجي 50 40 سنه. ما تسيبها يا ولا تتجوز وتعيش شبابها يا ولا، ما تسيب. على فكره ده في بنات صغيره 30 و40 سنه تحسها كبيره وباين عليها الكبر. امك كبرت وحلوت يا ولا، سيبها. العين عليه الله، مش بدل ما تمشي في الغلط يا ولا. ما تسيبها يا ولا، سيبها ايه، سيبها. حتى انت يا عمدي، هو في ايه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ كل الناس بيقولوا لي سيبها 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 تعيش وتتجوز. الله، يعني هو انا اللي غلط؟ معقول ايه؟ يا سلام على الحب لما يدق بيبك فجأة. مين؟ عم شعبولة. ازيك يا عم شعبان؟ انت عامل ايه يا جميل؟ انت يا حيل والله يا ولاد. مين انت يا ست؟ انا لوزة الجميلة الحلوة اللي متجوزة رمضان مش عارفه؟ رمضان ابن الست وداد اللي انت هتتجوزها. ايوه. اهلا بيك يا ست لوزة. بس لا 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 لا، انا زعلانة منك يا عم شعبان. يعني هو في راجل زيك عاش بره وعمل كل حاجة وشاف المزز والبنات الجميلة الحلوة، ويجي هنا يتجوز واحدة كبيرة ختيارة عجوزة؟ الله، هو ده كلام؟ المفروض انك تتجوز واحدة سنها صغير 30 40 سنة كده، بنت شباب وفيها صحة. ايوه، امال ايه؟ عشان تقدر تخدمك وتلبس لك وتدلعك وتهشتكك. امال ايه؟ عشان تصغرك 20 30 سنة ورا. مش تاخد واحدة كبيرة ختيارة تبص تلاقي نفسك عجزت. الله، هتيجي تقول لها هاتي كوباية مية، اعملي لي اكل، البسي لي، تقول لك انا عياني انا مش قادرة. ليه تعمل في نفسك كده؟ انت راجل عشت بره وشايف الستات وعارف الستات حلوه قد ايه. ايه وجعك الوجعه دي؟ الله، وبعدين انا شايفه ان انت بسم الله ما شاء الله صغير وحلو وقمر والف واحده تتمناك وراجل غني ومبسوط. عارف، لو اني مش متجوزه رمضان المعفن ده بخيل، وانا مش حاسه معاه ابدا انني ست ومتجوزه، كنت اتجوزتك انت على طول. يا سلام، ده انا حاسه ان انت اجمل راجل في الدنيا. هيبه، وراجل كده ليك هيبه ولا دجنك البيضه الجميله. عارف، هشتغل لك خدامه تحت رجلك، هعمل لك كل حاجه، واغسل لك رجلك وحميك والبسك واعمل لك كل حاجه. يا بختي يا بخت اللي هتتجوزك. بس الست وداد دي ست محترمة وكويسة وعشرة عمر، وانا بحبيها بصراحة. سواء هي تقدر تعمل لي حاجة او ما تقدرش، هي في قلبي، انا بحبيه وبعزيه. وبعدين دي عشرة عمر. احنا ما قلناش انها ست وحش، هي ست كويسه ومحترمه. احنا بنتكلم في السن. الواحد لما يبقى كبير ياخد واحده صغيره تخدمه وترعيه. الله،
هم هيجوزوا هما الاتنين يكونوا كبار، مين هيخدم مين؟ الله، هيجيبوا لهم بقى خدامه. ايوه، وتجيب لك خدامه، وبعد ما تجيب خدامه طب افرض انت عايز تتدلع ولا تستحمي ولا تلبس ولا حد يلبسك الجزمه ولا حد يعمل لك حاجه، مين؟ فكر فيها، فكر يا حاج. اني ممكن اتطلق من رمضان واتجوزك واعيش معاك في البيت ده كله، وعندك ارضك وعندك بيتك، عندك كل حاجه، واولادك كده كده هيسافروا يعيشوا بره، وانا اللي حابه معاك وجنبك. فكر في الموضوع. معقولة؟ معقول في واحدة تتطلق من جوزها عشان تتجوز راجل تاني؟ ما انت عندك رمضان عنده ارض وغني ومبسوط وام ست كويسة، هتطلقي منه ليه؟ ها؟ تتجوزي واحد كبير في السن ليه؟ ما انت صغيرة ومعاك رمضان من سنك ومن دورك، تطلقي منه عشان تتجوزي راجل كبير؟ يعني انت مش سعيدة مع جوزك هتبقي سعيدة مع راجل كبير زيي؟ معقول؟ تعرف يا عم شعبان، رمضان ده المعفن ده من يوم ما خلفنا الولا ابننا وهو ما لمسنيش ولا جه جنبي، بقالنا دلوقتي يجي سنتين. ده يرضي ربنا، وبيبات في الغيط ويبات هنا وهنا وسايبني لوحدي، وانا شباب ومحتاجه حد جنبي بصراحه. اصل النوعيه بتاعتك دي بتعجبني قوي. انا بحب الناس الحلوه الكبيره كده، راجل يكون كبير ونضيف ومهتم بنفسه وشباب. انت شباب، انا حاسه ان انت الراجل اللي انا كنت بدور عليه طول عمري. حاجة غريبة يا بنتي، الواحدة متجوزة وجوزها مبسوط وغني وعندها حما حلوة وهي مش سعيدة في حياتها. أنا مش عارف، ما أقدرش أحكم من طرف واحد، لازم أسمع رمضان جوزك وأشوف مين غلطان وأحل لك المشكلة. لا لا بعد اذنك يا عم شعبان ما تقولهوش، لا لا هيضربني، ده بيضربني وبيبهدلني لا. ولا يهمك يا بنتي، أنا مش هقول. تعالي تعالي اقعدي، تعالي. سلام. ايوه، انا عايزه راجل حنين زيك كده، يسمع كلامي ويحبني ويراعيني. يا سلام، ده انت جميل وحلو قوي يا عم شعبان. انا عايزه اتجوزك، اتجوزني، انا عايزه اكون معاك انت راجل زي الفل وعسل، وانا مبسوطه وسعيده ان انا شايفاك وبتكلم معاك. شفت لما قلت لك ما تقولهوش انت حلو ازاي؟ يا لهوي على الفرحه اللي انا فيها والسعاده يا ولاد، انا مش مصدقه. يا لهوي، انت هتتجوزني يا عم شعبان؟ انا حبيتك، ولما سمعتهم بيتكلموا عنك حبيتك اكتر، ولما شفتك دلوقتي لا، ده انت شباب وجميل وحلو ولبسك جميل. إيه ده؟ هو أنا حلو كده وأنا مش شايف؟ يا سلام، أول مرة واحدة تمدح فيا كده وتشوفني حلو جوي كده ومنور. إيه الكلام الحلو ده يا لوزي؟ طبعا، ده انت حلم كل بنت، ده اي بنت تتمناك. انا اهو صغيره وجميله وحلوه، واعرف ادلع الراجل اللي قدامي واعمل له كل حاجه، واشوفه ناقصه ايه واعمله له، والبس له احلى حاجه، احلى لبس اشتريه له والبسه له. طب جرب انت بس. طب انا هتطلق من رمضان، هو نفسه يطلقني من زمان، هو عايز يطلقني ويخلص مني، لكن اني هتجوزك انت. وجرب، مش هتخسر حاجه، هتلاقيني بعمل لك كل حاجه، هكون خدامتك وتحت رجليك، هتقول لي اعملي كده هروح، تعالي كده هعمل، وهسمع كلامك، وتلاقيني خفيفه واطبخ لك وانشر لك واعمل لك كله. ايه خلاك تتجوز واحده ختياره عجوزه كبيره خلفت كتير وتعبت في الحياه، دي بتاخد علاج، خلاص كبرت. لوزة واقفة مع عم شعبان. الله، أنا هروح أقول لزنوبة علشان تعرف إن لوزة زمانها بتوقع الدنيا وهتبوظ فرح الجدة. يا لهوي، مالك يا عم؟ زعلان ولا إيه؟ أنا عملت حاجة تزعلك؟ الله، مالك مبوظ كده رايح جاي؟ مش طبيعي يعني، مش عوايدك. لا والله، أصل أنا شايف نفسي اليومين دول اللي الناس اللي حواليا مهملين. مين اللي يقدر يعمل كده؟ قول لي عليه بس وأني أمسكه أديله علقة. الله، معقولة برضه حد يسيب الجمال ده والحلاوة دي وما يتغزلش فيه؟ لا، انت فاكر يعني اللي انا اليومين دول مشغولة مع الحاجة وداد عشان فرحي؟ لا، ما هيبقى فرحنا احنا كمان ولا ايه؟ ده انا جبت فستان جميل حلو جوي هيعجبك. أنت يا فتحية، أنت قدرتي تهمليني الأيام دي وسايبان. ماشي ماشي، اعملي اللي أنت عايزاه، بس اعرفي اللي أنت وحشتيني وحشتيني وحشتيني. لا يا عمر، انا ما اقدرش ازعلك، ده انت حتة مني. معقولة برضه؟ ده انا سعادتي وحياتي كلها بسببك انت، ده انت اجمل واحن راجل في الدنيا دي كلها. معقولة ازعلك؟ انا ما اقدرش. وأنت كمان يا فتحية، أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. لو تعرفي أنا بحبك قد إيه وعايزك دايما جنبي. أنا عارف إن أنت مش مقصرة معايا، بس أنا بحبك تكوني ليا لوحدي. غيران إنك أنت بتعملي حاجة لحد تاني، مع إن أنا بحب كده. عايز دايما أشوفك معايا وجنبي وقدام عينيا وبتتكلمي معايا.
انا الحب ده عمري ما حبيته ولا حسيته في حياتي. انت احلى زوجة في الدنيا دي كلها يا توحة. وانا عايزه افضل في حضنك طول الحياه، ما بعدش عنك. حضنك ده لما بكون في حضنك بحس بحاجه عمري ما حسيتها في حياتي. صحيح الراجل الحنين رزق، وانت احلى رزق واحلى عوض من ربنا. ربنا ما يحرمني منك ولا من وجودك جنبي يا رب. يا لهوي على قلة الأدب اللي بتحصل بره البيت. يعني ما كفاكمش اللي انتوا بتعملوه جوه جايين تعملوه بره؟ انت يا ولا، انت يا ولا يا عمر. هو في حد بيتكلم يا عمر؟ لا لا لا، مفيش حد، خليكي زي ما انت. ما انت صحيح مرة بجحة، والعيب مش عليكي، العيب على ابنك طبعا. يعني هو مش شايفني؟ لا شايفني وعامل نفسه عبيط. امال ايه؟ ما هي قلة الأدب برضه بره وجوه. صحيح انا ما عرفتش اربي، شوف المسخرة والقلة الأدب، ولا كأني واقفة. يعني ابني مبسوط مع مراته وسعيد ومش معبرني، وجوزي سعيد مع المرة اللي جوزها البيت العيلة الصغيرة. طب وقال؟ والحاجة يا لهوي، دي الحاجة وداد هي كمان هتتجوز، كلهم سعدة كده ومبسوطين. طب وأني حاجي فين؟ أني هفضل كده متنكد عليا منكم لله؟ ده أنا هخلي فرح الحاجة وداد دي فرح اسود على دماغتكم كلكم. قال إيه؟ الست فتحية جايبة لعمر فستان حلو قال هتلبسوله. أنا لما كنت أجهرك هجهرك أنت والحاجة وداد في ليلة واحدة، هتبقوا سعدة وتتجوزوا وتبقوا مبسوطين، وانا عايشة تعيسة. ده انا ما عنديش راجل ولا ابن ولا حد يدور عليا، منكم لله انا مش هسكت. يا ست فتحية، أنا مش موافقة إن بابا يتجوز، مش عايزاه يتجوز واحدة تانية غير ماما. أكيد أنت حاسة أنا مش قادرة أشوف واحدة تانية تخش البيت غير ماما. أنا مش عايزاه يتجوز، وأخويا مش هيسكت على كده، هيعمل مشكلة مع بابا. يا حبيبتي أنت من ساعة ما جيتي وأنت معصبان، عمالة أقول لك اقعدي والكرسي أهو مش راضي، واقفة كأننا علينا دين ليك. إحنا يختم على ناس ديون لحد؟ ما بنحبش يبقى علينا دين لحد، وربنا ما يجعل علينا ديون. اقعدي يا حبيبتي واحنا نتفاهم. وبعدين وانا بتكلم مع الحاجه من ساعتها حاساكي رافعه ايديك. هو انت يا اختي جايه تحاسبيني وتدعي علينا، ولا انت بتعملي ايه بالظبط؟ اقعدي يا بنتي، انت زي بنتي واكيد مش هرضالك اي حاجه تزعلك. اقعدي يا حبيبتي. بس انا مش عايزه اقعد، الكرسي ده حاساه مش نضيف، وحش. كرسي ايه اللي وحش يا روحي؟ دي الكراسي دي اللي احنا حاجزينها للفرح، هنجيب كراسي وحشه ولا احنا هنشتري لك كرسي تقعدي عليه؟ ما تقعدي يا بنت، اقعدي. بس انا مرتاحه كده، انا بحب اقف. وبعدين الجيبه اللي انا لابساها ما ينفعش اقعد بيها، اصلها هتتكسر. هو ايه اللي هيتكسر يا ولاد؟ معقوله الجيبه؟ يوه، ما احنا بنلبس احلى فساتين واحنا رايحين الافراح، وبنلبسوا عبايات وبنلبسوا طقمه وبنركبوا عربيات ومواصلات، والهدوم بتتكسر وحالتنا حاله واحنا كمان بنتكسر. هو ايه ده؟ خليكي واقفه، انت عليكي ذنب. اقفي يا حبيبتي، خليكي براحتك، انا هشغل بالي بالقعاد والوقوف. لا يا حبيبتي احنا مش فاضيين، اني عايزه اقوم، الشمس طلعت، عايزه اجهز الحاجه بتاعت الحاج. امال ايه؟ ما الجد خلاص ايه هتتجوز يا ولاد، هتتجوز. بس الخوف للجده تعملها. ايوه والنبي بعد العمر ده كله ابص الاقيها جايبه لي بيبي صغير، يا لهوي. ونربي تاني وانا اللي هتدبس فيه؟ لا، اللي اوله شرطه اخره نور. بصي لي يا ست انت يا ست انت يا اللي حماتي يا اللي اسمك وداد انت، ها اللي اوله شرط اخره نور. بصي يا وليه، انا هاخدك للدكتوره الاول تكشف عليكي وتعمل لك اللازم. احنا مش عايزين عيال يا اختي، فاهمين ولا ما انتش فاهمان؟ اوعي تعمليها يا وليه وتجيبي لنا بيبي صغير، ولا تعمليها وتجيبي توأم وتدبسي يا فتحي. ايوه ما انا اللي هربي. لا بصي يا حماتي، اوعي النكته دي، مش هيحصل فرح الا لما اوديكي الاول للدكتوره. امال ايه؟ ده تبقى مصيبه يا ولاد. لا، ما انا مش هسمح بده يحصل، يجي عيل يبهدل الدنيا ويقلب الموازين. احنا عايزينها تتجوز ترتاح هي وجوزها، مش يخلفوا. جرى ايه يا بنت اللي اسمك فتحيه؟ انت هتعطلي الجوازه يا بنت؟ وايه المشكله لو حصل حتى حمل؟ اهو اجيب لي عيل صغير العب بيه ويسليني. ايه المشكله يا بنت؟ مالك مكبره الموضوع كده ليه؟ انزلي يا بنت يا قصيره انت من على الكرسي. وايه رايك؟ انا مش هنزل على الكرسي، وان كنتي بقى جدي اطلعي لي يلا. اديني طلعت لك يا اللي اسمك فتحيه، ها وبقيت طولك يا اخت، طلعالي على الكرسي. لا يا حبيبتي اهو انا طولك، وانت غيرانه مني، ها غيرانه اللي انا اجوز ولا اخلف؟ انت مالك يا بت انا مالي برضه؟ يعني انا اللي هكمل لك الجوازه دي وانا مالي؟ طب بشوفي بقى مين يعمل لك اكلك وحاجه الفرح. ماشي يا عروسه. خلاص يا توحه، خلاص انا اسفه، خلاص يا حبيبتي. حسساني اللي اني امه. ايه يو العريس جه اهو، العريس جالك. انت جاي يا اخويا تطمن عليه؟ لسه يا اخويا بنجهزوها لك. يو ده فاضل يومين لسه على الجواز، مالك مستعجل كده؟ وبعدين مالك عامل زي المفتش كده؟ يو اتفضلي يا اختي. ايه جابك يا شعبان؟
ما احنا متفقين الفرح يوم الخميس، مالك جيت بدري ليه كده؟ انا كنت معدي قلت اجي اسلم عليكم، بس لقيتكم بتلعبوا. انا جاي العب معاكم، انتوا بتلعبوا ايه؟ انا جاي العب. ما هو واقف على الكراسي دي يبقى انتوا هتلعبوا، وانا بحب لعبه الكراسي دي قوي قوي. ده انتوا هتلعبوا لعب يا حاجه وداد؟ لعب بالكراسي؟ ايوه، امال ايه؟ ده داخل على طمع، ده داخل يجري ويعمل رياضه. وتفضلي لابس ايه؟ ده انت جملك طاج ولابس لك برنيت عامل زي الخواجه. يا حلاوه يا ولاد، ايه دي؟ يا بابا بعد اذنك يلا بينا نمشي، الجوازه دي يستحيل تتم يا بابا، بعد اذنك يلا يلا يا بابا. بس يا ولد، بس يا ولد، وسيب ابوك يفرح يا ولد، خليه يتجوز زي ما انت هتفرح وتتجوز وتعيش مع مراتك في بيتك. سيب ابوك يعيش اليومين اللي باقيين له. ده انت عيل طماع صحيح ومعفن. وانت مالك يا بنت انت؟ وبعدين انت بترقصي على ايه؟ ها بترقصي على ايه؟ عشان ايه؟ الجده ستك انها تتجوز، انت فرحانه؟ هو انت بتجوزي اختك ولا اخوكي؟ فرحانه وبترقصي على ايه؟ على فكره انت هبله 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 يعني. انا عارفه ان انا هبله وعبيطه وبرقص، بص بعمل كل حاجه. حذاري مني بقى علشان انا مجنونه وهبله، لو مسكتك هعضك من رجليك. يلا بينا يا سالي، البت دي هبله كل شويه بحاله، شويه الاقيها عاقله وجميله ولابسه وشويه الاقيها هبله كده ومعفنه. يلا بينا نطلع من البيت ده، سيبيه يعمل اللي هو عايز يعمله. هي جت على البت دي بس؟ ده شكلهم العيله كلها هبله. ده بيحتفلوا بالست شوف كبيره وشعرها ابيض، وبيحتفلوا بيها انها هتتجوز وعاملين لها حفله، وعمالين يرقصوا ويغنوا ويزقططوا. ولا ابوك شايف ابوك كانه لسه هيتجوز لاول مره؟ ده نسي ماما وايام ما اتجوز ماما. ده شوف عامل ازاي، شايف اللبس اللي هو لابسه كانه شاب عنده 20 سنه، وعمال مظبط نفسه ومسرح وبص شايف شكله. انا مش حاسه ان ده بابا، صغر قوي قوي. جرى ايه يا عم شعبولي؟ هو انت سايب ولادك كده عمالين يجطموا فيني؟ يا اخويا احنا عايزين يفرح، ما تخليهم يا اخويا يفرحوا. مالك كده؟ الله، مالك متكتف ولابس اللبس اللي انت لابسه ولابسني نضاره؟ ما تقلع النضاره دي يا راجل انت، اقلعها. ايه انت شايفني ولا لا؟ ايه؟ انا شايف يا فتحيه، شايف كويس، شايف كل حاجه وحاسس بكل حاجه بتحصل حواليا. بس هعمل ايه؟ ولادي مش عايزيني اتجوز ولا اعيش حياتي، عايزين ياخدوا كل فلوسي وياخدوا مالي وارضي وبيتي، وبعد ما ياخدوا كل ده عايزيني انا اموت بالحقيقه. انا عايش اليومين اللي باقيين لي، انا عايز اعيش. ليه عايزين يموتوني؟ كل ده عشان الورث وعشان الفلوس. سيبك منهم، يفرحوا لي اهلا بيهم، اهم ولادي واشيلهم على راسي. ما يفرحوش برضه هم ولادي اللي هم عايزين يعملوه، سيبيهم، كبري دماغك منهم. انا كنت جاي اشوفكم، كنت معدي من بره لقيتكم مشغلين الاغاني ومبسوطين وبتزغرطوا، قلت اما اخش اشوف، لقيتكم بيتكم كله فرح وضحك وهزار، حتى الحيطان بتضحك، في روح في البيت عمري ما حسيت قبل كده. سيبيهم، هم هيتعلموا وهيعرفوا قيمة البلد وقيمتكم، بس مع الأيام. سيبيهم، خلي الأيام تعلمهم يا فتحية. الصراحه يا حاجه وداد، عريسك بيقول كلام حكا. ده انت هتاخدي شاعر ورومانسي وحبيت وسلام كمان. شايفه اللبس اللي هو لابسه؟ تقوليش يا اختي عيل عنده 18 سنه ولا 20 سنه؟ شايفه الجمال يا بت؟ شايفه يا عروسه يا جميله؟ انا عايزاكي تلبسي وتتزوجي زيه. ايه وعشان ما هو لابس بنطلون انت ما تلبسيش؟ ممكن تلبسي بنطلون، امال ايه؟ بس في البيت اوعي تخرجي بيه في الشارع. يا لهوي، الجاموسه والبقره والحماره هيسلموا عليك ويقولوا لك خدي يا حاجه وداد انت ايه اللي لابساه دي؟ غيرتي لبسك وتينك. يا لهوي يا لهوي، لا تفضحيني. اي لبس انا هجيبهولك وعايزه تلبسيه البسيه يا اختي في الدار، اتنططي براحتك وتشقلبي له، اوعي تخرجي بيه بره. واللبس اللي انت لابساه ده كمان ما ينفعش تطلعي بيه بره. ايه مش اخلع والمفخلع ده؟ انت يا بت ما انت بقيتي عيله خلاص، هتتجوزي. يا حلاوه يا ولاد، يا حلاوه يا حلاوه. الصراحه ان انا تعبت وعايزه اروح انام. ايه الدوشه دي كلها؟ انا مش ناقصه عكنانه، انتوا هتعكنوا عليا ليه؟ انا عايزه اغني وافرح بليلتي وانبسط. الله، جرى ايه يا فتحيه؟ جرى ايه يا عم شعبان؟ مالك يا اخويا منكد علينا ليه؟ امال لما نتجوزوا هتعملوا ايه؟ ولادك دول هيعملوا ايه؟ انا هعتبرهم ولادي وعلى راسي ويجوا البيت، بس احنا مش عايزين ناكل، عايزين نفرح. ايوه يا حاجة وداد، ده انا لسه ما رقصتش، ده انا عايز ارقص. رقصيني يا بيتي، رقصوني. احضن الايام التي جت من ايدينا، احلى ايام الهوى راحت علينا. احضن الايام لا تجري من ايدينا، احلى ايام الهوى راحت علينا.
نشهد دوقونا السكر دوبونا 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 نشهد دوقونا السكر دوبونا 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 وبعد ما حبيناهم وبعد ما هنيناهم في الرخص باعونا 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 بإيدينا ابتدينا بإيدينا ابتدينا لما بالحب ابتدينا ابتدينا وابتدينا ابتدينا وانتهينا وانكوينا بس طول ما هو جاي بكرة ربنا يعوض علينا ويعوض الله يعوض الله يعوض الله الدنيا لسه بخيرها والله يعوض الله مات الرسول الكريم والصحابة بيدفنوا والملايكة بتحرسوا بلال بيبكي في الأذان ومهما قالوا يواسوا قال يا ريتني أونسوا الرسول المحترم ما كذب وما ظلم كان نبي في حنيته وبطهارة الذمم ساب ميراثه لأمته لو سألت أي طفل عن بلاده هيعرفوا ويوصفوا عبد حبشي بيربطوه بالحبال وربنا بينصفه يسمع الكفار تقول على الرسول عن نزهته وعفته يدعي للغفار ينول القبول ويجازيه على نيته لما يسلم يضربوه ويعذبوا أحد 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 على رمل سخن بيفردوا وبيجلدوا الله صمى منه العيدة صوت النبي كان يحنن الراضي ويرقي قلبه لو حديد والجنين في بطن أمه بيهتدي والدم وارد قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي قال للنبي أنا مش سعيد عصفوري مات وكان وليف صلى عشانه ركعتين وفي كل عين دمعة شهيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه يا رب احمي ولادنا وبارك فيهم وابعد عنهم الشر وأصحاب السوء وابعد عنهم العين والحسد يا رب وبارك في صحتهم يا رب واحنا كمان يا رب احنا عبادك يا رب يا رب يا رب نور بصيرتنا ونور طريقنا بالإيمان والرحمة والصبر يا رب صبرني على ما بلتني يا رب يا رب يا رب أنا ماليش غيرك يا رب ما تذلنيش لعبد من عبادك ولا تحوجني لحد يا رب يا رب أنا ماليش غيرك في الدنيا دي
سامحيني يا زنوبة، أنا مش هسامح نفسي عشان أنا غلطت كتير. أنا آسف وبعتذر. انا كنت حاسس ان في خيانه. اختي ميس قالت لي ان انت بتعرفي واحد تاني، وده حقيقه. انا شفتك اهو. يعني انت سايباني وعامله معايا المشاكل دي كلها وانت قاعده هنا بتحبي في واحد تاني؟ معقول يا زنوبه؟ انت طلعتي خاينه وطلعتي مش تمام. مين ده يا زنوبة وبيتكلم معاكي ليه كده؟ اتفضلي قولي له مين ده. قولي له انت قاعده معاه بصفتك ايه، وقولي له انا هنا بصفتي ايه. اتكلمي انت، بلاش انا اتكلم. اتكلمي، قولي ولا ما عندكيش حاجه تقوليها؟ أنت إزاي تتكلم معاها بالطريقة دي؟ حتى لو أنت مين، إزاي تتكلم معاها بالأسلوب ده؟ ده أسلوب همجي وأنا مش هسمح بيه. ايه يعني ايه؟ تعلمني اكلم مراتي ازاي يعني؟ دي مراتي يا استاذ وانا جوزها. والست هانم دي سايبه البيت بقالها قد ايه وقاعده هنا عشان تحبوا ببعض وتقابلوا بعض. يعني في ست متجوزه عايشه عند امها وسايبه بيت جوزها بتقابل رجاله تانية وفي بيت امها؟ ايه الخيانه دي؟ وامك سامحالك بكده وشايفه اللي بيحصل؟ انا مش مصدق. انت طلعتي ولا حاجه. انت طالق يا ست هانم. طالق، عيشي بقى معاه براحتك يا خاينه. أنا مش مصدق يا زنوبة، ده جوزك؟ ده أنت حلوة، إزاي تجوزي واحد زي كده وقليل الأدب ولسانه طويل وبيغلط فيكي وبيشك فيكي كمان؟ إزاي؟ أهو طلقك، اوعك ترجعي له. هو حلف عليك اليمين خلاص، حلف يمين الطلاق بالتلاتة. اوعك ترجعي له يا زنوبة. إزاي تجوزي واحد زي ده؟ إزاي يهزقك ويبهدلك ويشك فيكي؟ هو لو بيحبك وواثق فيكي يستحيل أبدا لما يشوف أي موقف يحكم عليه من الظاهر من غير ما يتأكد. كان المفروض سمعك، المفروض يتكلم معاكي يقولك ده مين ويسأل، لكن هو دخل على طول شاكك فيكي. هو جاي معبي حد شحنه قبل ما يجي. اسأليني أنا عارف الأشكال دي إزاي تتعامل إزاي. ده شكاك وخاين وجاي حد معبيها عليكي، علشان كده جاي داخل عليكي سخن. اوعي ترجعي له يا زنوبة، اوعي. ساكته ليه؟ اسمعي كلام عمود النور اللي جنبك. امال ايه؟ من غاب القط يلعب يا فار. انا مش مصدق. انت البنت البريئه اللي انا اتجوزتها. انا مش مصدق الكلام ده. اختي ميسه كان عندها حق في كل كلمه هي قالتها، صحيح. الله اكبر يا جماله. ايه ده؟ الجد ده ايه ده يا حاجه؟ وده انت صغرتي يجي 50 سنه، رجعتي شباب تاني. ده انت بقيتي اصغر من زنوبه. وايه اللبس ده؟ وايه الشعر الابيض ده؟ يا سلام على الوقار يا ولاد. وكمان نضاره يا حلاوه. لا في حاجه بتحصل في البيت ده من ورا زيتونه. انا عايز اعرف ايه التغييرات اللي حصلت دي. هو انت ليك عين؟ هو انت لسه جاي تسأل؟ واحد يسيب مراته بالكام شهر قاعدة عند أمها ما يسألش ولا يدور، ولما يروحوا له يلاقي واحدة تانية عايشة معاه في قلب البيت؟ ازاي الكلام ده؟ ما تقول. وجاي دلوقتي تسأل عليه وصوتك طالع عالي. صوتك عالي ليه وطالع ليه؟ انا جاية من جوه على صوتك، عرفت ان انت اي حاج تعلي صوتك كده عليه وبيت اهله. طب انا جاي لحماتي وجاي لمراتي. انت هنا بتعملي ايه؟ هو ده بيت ابنك ولا بيتك؟ ده يا حله طليقة ابنك اللي عايشة هنا. انت المفروض ما تدخليش هنا ولا تيجي البيت ده. جاية عايشة ومبرطعة كده وعايشة حياتك. طب انا ليا حاج، ليا مراتي، ليا حماتي، ليا اهل مراتي، لكن انت ليكي مين هنا؟ هو عايشة معاهم بصفتك ايه؟ زيتونة، انت بتمدي ايدك على جوزك يا زنوبة؟ انت بتضربيني؟ انت بترفعي ايدك وتمديها عليا؟ واحدة محترمة تضرب جوزها؟ تمام، انا هوريكي. لما جوزي اللي هو طلقني من شوية وبقيت طليقته يغلط في الجدة، بتغلط في جدتي ليه؟ بتغلط فيها. انت مالك؟ هي عايشة عند ابوك ولا قاعدة ببيتك؟ انت مالك؟ انت تكلمها بالاسلوب ده ازاي؟ لا، الجدة دي غالية عليا. وانت تغلط فيها ازاي بصفتك ايه؟ يسلم ايدك يا زنوب. صحيح تربية فتحية، ما تعديش عن الحاج ابدا. انا سكت عشان عارفة انك انت مش هتسكتي. صحيح امك دي ربت طلعتك شجاعة. طالما جوزك قليل الادب وبيغلط فينا ويغلط في عيلتك يبقى يستاهل. وبعدين ده رمى عليك يمين الطلاق من غير ما يعرف فيه ايه الصوت العالي ده وايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ وانت هنا يا زيتونة لسه فاكر تسأل على مراتك وجاي ليه؟ وايه الصوت العالي ده؟ انت جاي عامل غاغة ليه؟ عامل ازهرينا ليه؟ زيتونة بيشك فيا، فاكرني ان انا بحب سامر وعايشة معاه، وان انا سبت البيت وسبته وعايشة هنا، وانت عارفة ان انا بقابل سامر هنا في البيت. بيشك فيا ورمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، طلقنا. وكمان بيغلط في الجدة وبيقول لها هو ده بيتك؟ انت عايشة هنا ليه؟ عايزة ايه يما؟ عايزة ايه اكتر من كده؟ شايفة جوازتك
شايفه قله الادب، وبيشك في مين؟ فيا انا. شك في مين؟ فيكي انت يا زنوبه، انت ومين؟ وسامر؟ يا صلاه النبي، احنا اللي رحنا لقيناك عايش معاك واحده هناك في قلب الشقه، ايه جاي تعيب بنتي، جاي تجيب اللي فيك فيه؟ ازاي الكلام ده؟ ها ازاي؟ رد علي، رد. بتغلط في بنتي اني وداخل بيتي اني تشك فيني؟ بقى اني حداري على بنتي وخلي بنتي تعمل الغلط قدامي واسكت، وكمان ترمي عليها اليمين؟ ده انت ما رجعتش لابوها ولا لامها ولا لعمر ولا خدت راي حد، انت داخل كده اهو، داخل كده عايش حياتك كده اهو. صحيح سكتنا له دخل بحماره، انت طلقتها ورميت عليها اليمين، احنا هنستنى بقى ورقتها يا اخويا تيجي من عند المأذون. روح كمل يا اخويا الطلاق، وبنتنا مش راجعه لك تاني ابدا حتى لو كنت بتموت. يلا اطلع بره، اطلع بره. احب اعرفك سامر ده ها مش غريب، الجده هتتجوز وده ابنه، وابوه كان باعت حاجه، ده اول مره يخش بيتنا. ده انا حبيت اعرفك، كنت ممكن اسيبك كده اهو على عماك، لا انا بعرفك علشان قد ايه انت تتعذب وتدفع ثمن غلطتك عشان ما تتهورش بعد كده وتعمل اللي انت عملته. انت بتشك ببنتي اني؟ بنتي زنوبه اللي عمرها ما خرجت مع ولا تعرف اي حاجه عن الدنيا دي كلها، ومتربيه تربيه باحترام وعارفه دينها، وانت عارف كده كويس. العيب مش عليك، العيب على اختك اللي سلطتك. انا عارفه ان هي اللي قالت لك الكلام ده كله وشككتك فيها. طب يا حبيبي، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. روح دور على اختك وشوفها بتعمل ايه، وساعتها هتعرف انت ظلمت بنتي ولا لا. واعمل حسابك، عرفت غلطك ما عرفتش، بنتي مش راجعالك، يستحيل ارجعها ليك تاني ابدا. اطلع بره، اطلع. انا عرفتك، بس عرفتك ده يبقى مين عشان تفضل كده دماغك تودي وتجيب، عشان تعرف غلطك وتفضل تعذب في نفسك ليل ونهار. اطلع بره، اطلع اطلع قبل عمر ما يعرف، عشان لو عرف اللي انت جيت بيته هنا وعملت اللي انت عملته وما احترمتش راجل البيت، ساعتها مش هيسكت. يسلم بوجك يا فتحي، انت وزنوبه جبتوا لي حق. انا همشي بقى، هروح داري، ولما انت تعوزيني بتعاليلي. اقعدي ياما، ده بيتك، ده بيتك، انت امي. هو اللي هيطلع من بره الدار ومش هيخطيها تاني ابدا في حياته، ما هيرجع هنا ولا ليه حاجه عندنا، ومش عايزين اي حاجه من عفش بيتنا، يغور في داهيه. الراجل الشكاك اللي بيمشي ورا كلام الناس ده ما ينفعش يبقى راجل، يشك في مراته بعد العشره، وهو اكتر واحد عارف مراته عامله ازاي. ها يشك فيه ويجي كده هو كمان في داري ويهنا ويبهدلني؟ لا، قله الادب دي ما تطلعش من دارنا. اطلع بره. انت واقف ليه لحد دلوقتي؟ ولا عايز القلم اللي انت خدته من زنوبي انا اديهولك 10؟ اطلع.